أهلا بك يا صديقي الجميل في حلقة جديدة من حلقات إيطاليانو فاتشلمنتي أو إيطالي بسهولة مع بروم. أنا بروم وأهلا بيك في القناة اللي هتساعدك إنك تتعلم اللغة الإيطالية بكل سهولة وبساطة. كل اللي عليك لو أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. في السلسلة دي يا شباب هنتعلم مع بعض اللغة الإيطالية من المستوى زيرو، يعني ببساطة من الصفر تماما. كل اللي عليك انك تعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ في الحلقة الأولى عشان ما نضيعش وقتك. هنتعلم ببساطة وسهولة من غير تعقيد. أول كلمة لما بتدخل إيطاليا تسمعها هي كلمة تشاو. تشاو، طب يعني إيه تشاو يا عم برو؟ تشاو يعني أهلا أو مرحبا. تشاو، ودي بنستخدمها لما بتوصل مكان أو وإنت ماشي. تشاو، هقول لك تشاو إيو سونو إبرام. تشاو إيو سونو إبرام يعني أنا أكون إبرام. إيو أنا، سونو أكون، إبرام إبرام. انت وقف الفيديو واكتب في الكومنتات تشاو يعني اهلا او مرحبا، ايو سونو، واكتب اسمك انا اكون، وبكده نتعرف على بعض. كده احنا خدنا مقدمة سريعة عن كلمة تشاو. هندخل وهنتعمق اكتر في التحية مع بعض ولكن قدام. يلا بينا نبدأ دلوقتي في الحروف الإيطالية. الحروف الإيطالية يا شباب هي الأساس بتاع أي لغة، طبعا هي الحروف الإيطالية بتتقسم لقسمين. القسم الأولاني هم 21 حرف الأساسي، وعندنا 5 حروف اسمهم lettere straniere يعني الحروف الأجنبية. يلا بينا نبدأ بالحروف الأساسية اللي هم 21 حرف. هنبدأ دلوقتي مع بعض ألفابيتو إيطاليانو. ألفابيتو إيطاليانو يعني الحروف الإيطالية. يلا بينا نبدأ مع بعض. هنقول الحرف وهنكرره مرتين وهناخد عليه مثال. أوكي يلا بينا. آ آ آ albero albero شجرة. B B banana banana يعني موزة. C C cane cane يعني كلب. D D ناخد مثال due due يعني 2. E E euro euro. F F fuoco fuoco يعني نار. G G gelato gelato. H H hotel hotel. I I Italia Italia. L L letto letto يعني سرير. M M ميلة ميلة يعني تفاحة. N N يعني نازو نازو يعني مناخير. O O otto otto يعني 8. ركز بقى في اللي جاية. بي بي احنا في الأول خدنا بي، بس في فرق بين بي وبين بي. بي باني باني يعني عيش. كو كو كواترو كواترو يعني 4. ر ر ر روزا روزا يعني وردة. اس 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 sole sole يعني شمس. تي 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 tavolo tavolo يعني ترابيزة. او او
في فرق بين الأو والأو. أو uno uno يعني واحد. vu vu venti venti يعني 20. آخر حرف هو زيتا زيتا زيرو زيرو يعني صفر. دول كانوا 21 حرف الأساسيين. مش هعيدهم تاني عشان ما نطولش وقت الفيديو، اسمعهم مرة تانية وكرر معايا. ندخل بقى في الخمس حروف اللي هم الحروف الغريبة أو الحروف الأجنبية اللي هم اسمهم lettere straniere أو lettere internazionale. يلا بينا نبدأ في الخمس حروف. أول حرف معانا هو I lunga I lunga. ناخد مثال جينز جينز. تاني حرف معانا هو كابا كابا. مثال كيوي كيوي. تالت حرف معانا هو دوبيا فو أو في أو فو دوبيا دوبيا فو أو فو دوبيا. فاتر 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 اللي هو قعدة الحمام اسمها فاتر. إكس إكس. ناخد مثال هقول لك تاكسي تاكسي. واخر حرف معانا هو إيبسلون إيبسلون إيبسلون. ناخد مثال اقول لك يوجورت يوجورت يعني زبادي. كده يا شباب اتعلمنا مع بعض تشاو ايو سونو والحروف وخدنا عليهم كلمات عشان الكلمات تثبت في دماغك. لازم تحفظهم وحاول تسمع الفيديو اكتر من مرة. يلا بينا ندخل على اللي بعد كده في الدرس بتاع النهاردة. عندنا ايه؟ عندنا هنتعلم مع بعض كلمة بون جورنو. بون جورنو بون جورنو يعني ايه بون جورنو؟ يعني صباح الخير. بون جورنو بون جورنو بون جورنو بون جورنو يعني صباح الخير. اقول لك بون جورنو io sono Ebram sono egiziano sono egiziano يعني انا مصري. او اقول لك buongiorno io sono Ebram sono egiziano يعني انا مصري. انت رد عليا واكتب. او ممكن تقول مثلا ciao buongiorno يعني صباح الخير. io sono احمد sono marocchino يعني انا مغربي. او ممكن تقول sono tunisino يعني انا تونسي. اوكي يبقى ciao io sono انا اكون egiziano مصري. ciao io sono احمد sono marocchino يعني انا مغربي. او ciao io sono كريم sono tunisino. طيب لو انت بنت هتقولي sono egiziana او sono marocchina او sono tunisina. اوكي ندخل في اللي بعد كده. io sono. هقول لك بقى حاجة تاني. io sono Ebram sono egiziano sono professore sono professore او sono insegnante يعني انا مدرس. اوكي انت هترد عليا وتقول لي ciao io sono تحط اسمك وتكتب sono egiziano مصري او ماروكينو مغربي او تونسينو تونسي وتكتب sono studente يعني انا طالب. او لو انت بنت هتقولي sono studentessa. اوكي بعد كده هندخل على اخر حاجة في الحلقة بتاعت النهاردة هي سالوتي يعني تحية سالوتي. اوكي اليوم عندنا شباب متقسم لثلاث حاجات. هو سالوتي دي هي كلمة يعني هي التحية عامة. هي كلمة التحية يعني سالوتي. ودي برضو يا شباب للمعلوماتك بنستخدمها لما بندخل نسلم على حد ولكن هو حد احنا ما نعرفوش. هنسلم بصيغة رسمية يعني فورمالي. اقول سالوتي او هقول بونجورنو. اوكي عندنا اليوم
متقسم لثلاث أجزاء: الصبح والليل والمساء والليل. الصبح اللي هو ماتينا. ماتينا في ماتينا بنقول فيها بون جورنو. بون جورنو. ماتينا يعني الصباح بنقول فيها بون جورنو. بعدين عندنا سيرا. سيرا اللي هي المساء بنقول فيها بونا سيرا. بونا سيرا. اوكي. اخر حاجة عندنا هي نوتة. نوتة ودي بنقول فيها بونا نوتة. بونا نوتة. يبقى عندنا ماتينا. ماتينا بنقول فيها بون جورنو. سيرا بنقول فيها بونا سيرا. نوتة بنقول فيها بونا نوتة. اوكي. طيب لما بدخل المكان بقول تشاو، لكن وانا ماشي ممكن اسلم واقول arrivederci. arrivederci. arrivederci هستخدمها امتى؟ لو انا هسلم على حد بصيغة رسمية وانا ماشي هقول arrivederci. arrivederci يعني مع السلامة او الى اللقاء. ciao. arrivederci. ciao. arrivederci. وبس كده يا صديقي الجميل، مش عايز اطول وقت الفيديو اكتر من كده عشان ما تملش مني. استناني في حلقة جديدة من سلسلة تعلم اللغة الإيطالية للمبتدئين من الصفر. وما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، وحاول تعيد الحلقة دي اكتر من مرة عشان المعلومات تثبت في دماغك. واستناني في حلقة جديدة. ciao a tutti, ci vediamo alla prossima.